قصه مرعبه حقيقيه حصلت لي، ليها علاقه بالعقليه، ليها علاقه بالسعي ورا الرزق، ليها علاقه بحاجات كتيره جدا. كنت انا لسه اللي فاتت جايب عربيه جديده، ما عداش عليا شهر، نازل كان اليوم دوت عندي 2 ميتنجز وفي واحد تالت او لا، وسبحان الله كلهم في نفس المطور يعني. فانا نازل ورحت بعربيتي بدون بقى الخوض في تفاصيل، ركبت مشيت من شارع لقيت حوالي 20 واحد جايين بيجروا عليا بنبابيت وركبوا العربيه تحت الاكراه. انا قلت يا جماعه مش انا يا جماعه، انا فاكرهم بقى جايين شخص غلط. قالوا لي اطلع لنموت كلنا. طبعا موقف مرعب، انا كنت خلاص اول مره تحصل لي في حياتي اصلا، والناس جايه وخلاص نظام الافلام الاجنبي والحاجات عماله بتتحدف والعربيه حاجات بتتكسر. رحت فارج بالعربيه وطلعت وجريت، والحمد لله قدرت الناس اللي معايا دول محدش عمل لهم حاجه، وجري وقعدوا يتاسفوا لي وانت انقذتني ومش انقذتني، بس موقف مرعب يعني. ما كانوش بيخطفوني، هم كانوا عاوزين وسيله نقل انها تخطف. نزلت بفضل الله لقيت نقره وشويه خرابيش، يعني حاجه ضد المنطق. قلت ده ربنا بيطبطب عليا، بس طبعا كنت متوتر جدا ومش عاوز اقول لكم ما كنت حاسس ان انا هموت والناس معايا، يعني كان الموضوع كان مرعب لاقصى حد. وانا رايح عندي التو ميتنجز اللي بحكي لكم عليهم والثالث يا لا. فانا خدت قرار، قلت انا مش قادر اتملك اعصابي بقى، موقف كان صعب جدا ربنا ما يكتبه يعني على حد، مش قادر اتملك اعصابي تماما. قلت ان انا هاجل الميتنجز، بس بعد كده قلت هديت شويه، قلت ما الحمد لله ربنا اخرجك منها على خير، والحمد لله ما فيش خسائر او الخسائر بسيطه الحمد لله. ما يا عم اجري على اكل عيش وليه لا. قفلت 3 بيعات والميتنج الثالث عملته بس ما توفقناش فيه. ثم واحد تاني ممكن يقول لك انا اخاف بقى اقعد في البيت واقعد متوتر واقعد عليها الحكايه دي شهر شهرين. لا، خرج نفسك بسرعه طالما ربنا سترها معاك واجري على اكل عيشك، وسبحان الله يعني ربنا يرزق الجميع.